واش في راسكم باللي سنة 2026 مخبية أسرار خطيرة، أسرار على مستقبل العرش العلوي في المغرب؟ أجيو نتعمقوا كتر في هذه الأسرار الصادمة اللي كتوجدها سنة 2026 للمغرب في عالم التوقعات. القصة ماشي غير توقعات دايزة، هذه خريطة طريق عامرة ألغام ومفاجآت. أول حاجة، قصة الكنز في الصحراء ما غدوش مرور الكرام. ليلى عبد اللطيف كتهدر على اكتشاف حقول ديال النفط والغاز بضخامة غتخلي المغرب يودع عصر الحاجة. هذا الكنز غيكون القنبلة الاقتصادية اللي غدير ثورة في كل دار مغربية، وغتحول الصحراء لخلية نحل عالمية كتجبد المليارات الدولار وكتطلع قيمة الدرهم لمستويات عمره وصل لها. وهنا التحليل كيقول باللي المغرب كيتحول لنمر إفريقي جديد كيتحكم بسوارة الطاقة في المنطقة. ومن الازدهار المالي غندوزو لزلزال المحاكمات. ليلى كترسم مشهد ديال التطهير غيبكي ريوس كبيرة. الملك محمد السادس غيضرب بيد من حديد، وغنشوفوا المنجل كيوصل شخصيات كان كلشي كيتحب ليهم فوق القانون. وزراء ومدراء ومسؤولين كبار غيتمشاو قدام الكاميرات بتهم الفساد ونهب فلوس الشعب. وهذا الشيء غيكون صدمة إيجابية غترجع الهيبة للدولة وتخلي المواطن يحس بالعدالة المطلقة. أما الهضرة اللي كتحبس الأنفاس هي اللي واقعة لداخل في القصر الملكي. توقعات كتهضر على مرحلة انتقالية مدروسة لولي العهد مولاي الحسن، ولكن النقطة المخفية هي ظهور اسم الأمير مولاي رشيد في ظروف استثنائية. وهنا ليلى كتلمح باللي الدستور غيكون هو الحكم في شي حدث مفاجئ غيخلي اسم الأمير مولاي رشيد يبان كصمام أمان في الخلفية. وهذا الشيء ممكن يقع وقت العرض الصحي اللي غيدوز منه الملك محمد السادس، واللي غيخلي المغاربة في حالة قلق وترقب قبل ما يطل الملك بقرار تاريخي كيقلب الموازين وكيرسخ الاستقرار. ولكن للأسف القصة فيها جانب مظلم ومرعب. ليلى كتهضر على ليلة الرعب، ليلة حادث إرهابي غادر كيبين باللي كاين طابور خامس كيحاول يضرب السياحة وينور الفتنة. والمشهد غيولي صعيب كتر مع غضب الطبيعة. فيضانات وسيول تسونامية غتجرف مناطق كاملة وتخلي العالم يعلن الحداد وينكس الأعلام لثلث أيام. وبحال إلى المغرب عايش صراع بين النعيم الاقتصادي والابتلاءات الطبيعية والأمنية. ليلى عبد اللطيف كترسم مشهد صادم للحدود، استنفار عسكري مغربي غير مسبوق، والسبب توتر حاد وخطير مع تونس. نعم، تونس والمغرب وجه لوجه في 2026، وهذا الشيء غيخلي الجزائر في حالة تأهب قصوى كتراقب اللحظة المناسبة باش تدخل. ولكن الجيش المغربي غيكون بالمرصاد وواقف بحال السد المانع ضد أي محاولة تخريبية أو استغلال الظروف. والشعب المغربي غيثبت للعالم باللي هو كتف بكتف مع الملك محمد السادس في وجه أي تهديد خارجي. ووسط هذه العاصفة العسكرية رمال الصحراء المغربية غتنطق ببشارة خير غتغير مصير كل مغربي. اكتشاف ثروة نفطية وغازية بضخامة خيالية غتفجر ثورة مالية وتخلي الدرهم المغربي يهدر عالميا. والخير ماشي غير غيبقى في الخزينة، بل بقرارات ملكية مباشرة غيوصل لكل دار وغيحسن الوضع المعيشي بشكل جذري. بالتحليل الشخصي، المغرب في 2026 غيدوز من عملية غسيل وتطهير شاملة. المملكة كتنقي الدار من الداخل وكتبني ترسانة اقتصادية وعسكرية جبارة، وبحال إلا كتحصن راسها قبل ما تنفجر المنطقة كليا. حيت داكشي اللي وقع برا المغرب هو يوم القيامة السياسي. ليلى كتتوقع سقوط ريوس كبيرة وانهيار 3 أو 4 حكام عرب مع بداية 2026 بانقلابات مفاجئة غتهز عروشهم. وفي نفس الوقت غنشوفوا عجائب سياسية بمعاهدة سلام تاريخية مع الكيان غتشمل فجأة لبنان وسوريا والعراق وليبيا في مشهد حتى حد ما كان كيتخيلوا. والرعب ماشي غير من البشر، حتى السماء غتصيفط رسالة بالنار. جسم غريب وضخم غيطيح من الفضاء على واحدة من الدول وغيحرك مساحات شاسعة ويثير رعب عالمي. وهذا الشيء كله وغضب البحر ثاني. تسونامي مدمر غيضرب شواطئ عربية وأجنبية ويخلق حالة ذعر وجودية. حتى القارة العجوز أوروبا غتغرق في حرب أهلية طاحنة وتفيز فيها شركات عالمية كنا كنسحبوها ما كتهشش. والمجاعة غتفتك إفريقيا، بينما العافية الحروب غتشحل بين العمالقة الهند وباكستان والصين وروسيا. وفي النهاية 2026 غتسالي بسنة الغياب الكبرى، موجة استقالات واختفاء غامض لشخصيات سياسية وقادة في لبنان وتونس واليمن والعراق وسوريا. وبحال إلا الكوكب كامل كيغير الجلد ديالو بالدموع والدم. كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم لهذه الحلقة النارية في قناتكم إنسكوبيكس، وما تنساوش تشاركوني في التعليقات. واش كتشوفوا باكتشاف النفط في الصحراء المغربية غيكون هو الرد الحاسم على كل التهديدات الحدودية؟ وباش تعرفوا أكثر على أسرار الجسم الغريب اللي غيطيح من السماء أو تفاصيل الانقلابات العربية الجاية، تابعونا وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد إن شاء الله.